السلام عليكم. في إطار فعالية الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لم يتمكن نادي تشيلسي من تحقيق الانتصار على ميدانه وأمام جماهيره على فريق فولهام، حيث اكتفى بنتيجة التعادل السلبي 0 لمثله. والغريب في الأمر هو أنه تم إقحام اللاعب حكيم زياش في هذه المباراة، اللي بين على مستوى لا بأس به، وذلك من بعد ما تعثرت الصفقة ديال الإعارة ديالو لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. فحكيم زياش بين على مستوى لا بأس به، ولكن الغريب هو أنه في هذه المباراة وخصوصا في الشوط الأول، فالفرصة الوحيدة اللي تنحت لتشيلسي هي كانت على يد اللاعب حكيم زياش، حيث كان في واحد الوقيته في وسط الميدان وسونترا واحد الكرة الهافرز. ولا حنا تنشوفو حكيم زياش في وسط الميدان هز عينيه، شاف كاي هافرز دارلو لابيل، حداه جوج ديال المدافعين والثالث قدامه، فقبل ما يدخل لورجو تيسونطريلو. فوالا كرة سونطرات، هافرز هرب، فوالا قريب يدخل 18 متر، فوالا دخل 18 متر كاي هافرز، عاد تحط كرة عنده، تروبوندي كما تنشوفو، هي تتروبوندي، فوالا تيخرج تيحكمها هافرز، تيخرج الحارس تيعمر عليه مزيان، تيسد عليه الزاوية، فوالا. ولكن هافرز تيلوبي الكرة، لأن جوج ديال المدافعين تابعينو، لوباها تضرب في البارة، تيتبعوها جوج المدافعين، فوالا تيشوفوا فيها في السما، فوالا تضرب في البارة وتتخرج. كان أحد المدافعين كان باغي يدخلها، فوالا تطيح. فهنا وخصوصا في الشوط الثاني لاحظ المدرب غراهام بوتر بأن حكيم زياش ربما المقابلة كبيرة عليه شويش، فاضطر أنه يخرجه. فحكيم زياش دقيقة 59 تيخرج، هو شويش مستاء من الوضع ديال التعثر ديال الصفقة ديالو، حيث هاد القضية أثرت عليه في هاد المباراة. فكان على غرام بوتر ما يدخلوش في هاد المباراة، ولكن